تعالوا معانا نشوف احنا عملنا ايه. اول حاجة هنبدأ بتأسيس المكيفات اللي هي اول حاجة عملناها في الشقة. طالما ان هيبقى عندنا مكيف في الفراغ فلازم نأسس له 3 حاجات. حاجتين لازم نأسسهم إجباري اللي هم الكهرباء بيأسسها الكهربائي، والصرف بيأسسه السباك. وعندنا حاجة ثالثة ممكن نأسسها وممكن ما نأسسهاش على حسب مكان الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية بتاعة المكيف السبليت. المكيف السبليت بيتكون من وحدتين، وحدة داخلية دي بتركب جوه الغرفة، ووحدة خارجية دي بتركب خارج الغرفة في المنور او على الوجه. الوحدتين دول لازم يكونوا متوصلين ببعض عن طريق ماسورتين فريون وسلك كنترول. مواسير الفريون وسلك الكنترول دي ممكن نأسسها وممكن ما نأسسهاش للمكيف في مرحلة التأسيس على حسب مكان الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية زي ما قلنا. بمعنى لو الوحدتين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية هيركبوا على نفس الحائط باك تو باك مع بعض، في الحالة دي ما بحتاجش ان انا أأسس مواسير فريون وسلك كنترول للمكيف. باجي بعد التشطيب في وقت تركيب المكيف بجيب الوحدة الداخلية اوصل فيها مواسير الفريون وسلك الكنترول من الخلف، واعمل فتحة في ظهر الوحدة الداخلية اخرج منها مواسير الفريون وسلك الكنترول لبره، واوصلهم في الوحدة الخارجية من الناحية الثانية، اعتمادا على ان الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية هيركبوا على نفس الحائط باك تو باك. اما لو الوحدتين مش هيركبوا على نفس الحائط، يعني في وحده هتركب على حائط والوحده الداخليه مثلا هتركب على حائط والوحده الخارجيه هتركب على حائط تاني، في الحاله دي لازم أأسس مواسير فريون وسلك كنترول للمكيف في مرحله التأسيس من مكان الوحده الداخليه لمكان الوحده الخارجيه، بحيث لما اجي بعد التشطيب اركب المكيف اوصل الوحدة الداخلية في مواسير الفريون وسلك الكنترول من ناحية، والوحدة الخارجية في مواسير الفريون وسلك الكنترول من الناحية الثانية، وبكده تبقى الوحدتين متوصلين ببعض. عندنا في الشقة دي 4 مكيفات، مكيف في الريسبشن اللي هو ده، ومكيف في كل غرفة من غرف النوم ال3. تعالوا نتكلم الأول عن مكيف الريسبشن. ده مكيف الريسبشن. مكيف الريسبشن الوحدتين مش هيبقوا باك تو باك، بمعنى ان الوحدة الداخلية هتركب هنا والوحدة الخارجية هتركب في البلكونة هنا. بما ان الوحدتين مش هيركبوا باك تو باك مع بعض، فاحنا عملنا تأسيس بمواسير الفريون وسلك الكنترول زي ما اتكلمنا من مكان الوحدة الداخلية، وطلعنا بيه ومشيناه في السقف المعلق لحد مكان الوحدة الخارجية اللي هو هنا كده زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى احنا اسسنا لمكيف الريسبشن وقلنا عملنا له تأسيس لمواسير الفريون وسلك الكنترول عشان الوحدتين مش هيركبوا باك تو باك، وكمان اسسنا له ماسورة صرف وكهرباء. ده المكيف اللي في الريسبشن. غرفة النوم دي برضو الوحدتين الداخلية والخارجية للمكيف السبليت مش هيبقوا باك تو باك، فعملنا تأسيس برضو لمواسير الفريون وسلك الكنترول من مكان الوحدة الداخلية في المكان ده لحد مكان الوحدة الخارجية في المكان ده في البلكونة، ومشينا بالتأسيسة في الجبس المعلق، والتأسيسة هتكون مخفية جوه الجبس. ده بالنسبة للمكيف اللي في غرفة النوم دي. تعالوا نشوف المكيف اللي في غرفة النوم الرئيسية. المكيف اللي في غرفة النوم الرئيسية هيبقى في المكان ده، وفي الغرفة دي هتكون الوحدتين، الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية هيركبوا باك تو باك مع بعض. زي ما انتم شايفين هنا الوحدة الداخلية هتركب باك تو باك مع الوحدة الخارجية، عشان كده ما عملناش تأسيس لمواسير الفريون وسلك الكنترول، عملنا فقط صرف. والصرف هنا طالما الوحدتين هيركبوا باك تو باك مع بعض بنفضل ان احنا نعمل الصرف للخارج زي ما انتم شايفين. لو جيتوا هنا هتلاقوا ماسورة الصرف من بره. وبما ان الوحدتين هيركبوا باك تو باك مع بعض عملنا صرف المكيف لخارج الغرفة مش للداخل. تعالوا كده نشوف آخر غرفة عندنا هي المكيف الأخير. في غرفة النوم دي الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية هيركبوا في المكان ده باك تو باك مع بعض، عشان كده ما عملناش تأسيس لمواسير الفريون وسلك الكنترول، عملنا مجرد تأسيس كهرباء وتأسيس للصرف. وعشان برضو الوحدتين دول باك تو باك عملنا الصرف بتاع المكيف في الخارج اللي هو في المكان ده في المنور كده زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا كده. يبقى احنا اتكلمنا عن اعمال تأسيس المكيفات في الشقة.